حبايبي هنعمله طاجن الكابوريا بطريقه جديده وطريقه مختلفه، طريقه حلوه جدا وهتشربي شوربه جميله قوي. هجيب طماطميه كبيره بشرها، وقرن فلفل حامي، وبصلايه صغيره، وكرفس، وفلفل كوبي، وليمون. ان انا اقطع فلفل وليمون، وحطيت كرفس وبصل. بصوا حبايبي بقى البهارات: بهارات سمك، كمون، توم، ملح، بابريكا. يبقى انا حطيت كمون وبهارات سمك وتوم وبابريكا وملح. اقلب الخليط ده كده كويس، وبعد كده بقى طبعا الكابوريا غسلناها كويس جدا وسايبينها في ميه. ارصها كده في الطاجن بطريقه بسيطه جدا وطريقه خفيفه، بس الطعم كان تحفه، الشوربه نفسها جميله جدا. افضل بقى ارش من الخليط اللي انا عاملاه ده. طبعا خليط بسيط جدا، خلطه حلوه قوي هتعجبكم، مخليه طعم الشوربه جميل جدا. الكرفس طبعا بيفرق قوي في الشوربه. وهنا لازم احط الميه تكون سخنه. بس يا حبايبي هحط بقى بقيه الخلطه كلها. بس الميه لازم تكون سخنه. طبعا كابوريا في طاجن، والله طعم تحفه، والشوربه لها طعم تاني، هتعجبكم قوي. خطوه جديده هتعجبكم فعلا يعني. باخد بس بقيه البهارات اللي في الطبق، افضيها، وبعد كده ادخلها الفرن. بص يا حبيبي بحط مكعب زبده وحبه زيت، هتشربي شوربه تحفه. بس يا حبايبي لون الشوربه وجمالها، شوربه جميله جدا وخفيفه. الشوربه طبعا تحفه، والله فرق جدا، الطاجن فرق معاها قوي. فكره حلوه كده هتعجبكم. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.